أهلا بيكم. مستقبل النادي الأهلي ممكن كله يتوقف على قرار واحد جاي، قرار مهم جدا. مين هو المدرب الجديد؟ والاسم اللي بيتردد بقوة دلوقتي هو السويسري أورس فيشر. طيب هل هو فعلا الرهان الصح للمرحلة اللي جاية؟ ده اللي هنحاول نفهمه مع بعض النهاردة. خلينا نبدأ بالاقتباس ده لأنه بصراحة هو مفتاح كل حاجة هنتكلم فيها. جملة واحدة بتلخص الحيرة كلها: أورس فيشر مدرب عملي ومنظم، لكنه مخاطرة لو النادي محتاج تغيير هجومي فوري. يعني إيه الكلام ده بالظبط؟ ده هو محور تحليلنا. طيب قبل ما ندخل في تفاصيل التكتيك والفنيات، لازم الأول نعرف مين هو أورس فيشر أصلاً. إيه حكايته؟ مسيرته المهنية فيها محطتين أساسيتين. الأولى كانت مع بازل في سويسرا، وهناك قدر يفوز بالدوري مرتين وثبت اسمه كمدرب ليه وزن. لكن القفزة الحقيقية والإنجاز اللي بيتوصف إنه شبه المعجزة كان مع يونيون برلين في ألمانيا. مش بس صعد بيهم للبوندسليجا، لا ده كمان وصلهم لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخهم كله. بس للأسف بعد الإنجاز الكبير ده الفريق دخل في سلسلة نتائج وحشة أدت لانفصاله عن النادي في أواخر 2023. وهنا لازم نقف شوية عند الرقم ده. 1. هي مرة واحدة بس في تاريخ نادي يونيون برلين الطويل وصلوا فيها لدوري الأبطال، والراجل اللي عمل الإنجاز التاريخي ده بفريق إمكانياته تعتبر متواضعة جدا هو فيشر. دي مش مجرد نتيجة كويسة، لا دي بتتوصف إنها كانت معجزة كروية هو اللي كان مهندسها. تمام، كده عرفنا تاريخه. نيجي بقى للجزء اللي يهم أي مشجع: الراجل ده بيلعب إزاي؟ إيه هي بصمته التكتيكية اللي بيسيبها على أي فريق بيتولى تدريبه؟ عند أورس فيشر كل حاجة بتبدأ من نقطة واحدة ما فيهاش أي نقاش: التنظيم الدفاعي الصارم. فلسفته كلها قايمة على أساس دفاعي صلب زي الصخر. في الغالب بيلعب ب3 ورا، بيتحولوا بسهولة ل5 في الحالة الدفاعية عشان يقفلوا أي مساحة ممكنة. ده هو حجر الأساس في كل خططه. تمام، ده بالنسبة للدفاع. طيب والهجوم؟ إيه نظامه؟ هنا بقى الموضوع عكس ما أي حد ممكن يتوقع. فيشر مش من المدربين بتوع الاستحواذ والتمريرات الكتير والكلام ده خالص. لعبه صريح ومباشر لأبعد الحدود. الفكرة كلها: الفريق يخطف الكورة وفي لمح البصر هجمة عمودية سريعة بأقل عدد تمريرات ممكنة. الهدف هو الوصول للجول بأسرع طريقة. يعني نقدر نقول إنها الكفاءة قبل أي جماليات. الأسلوب ده بيحدد بالظبط نوعية اللاعبين اللي بينجحوا معاه. فيشر مش بيدور على اللاعب المهاري أو الحريف، هو عايز جندي في الملعب، لاعب بمجهود بدني خرافي وانضباط تكتيكي مطلق. بيعتمد بشكل كبير على الأظهرة السريعة اللي بتعمل عرضيات، وبيقدس فكرة الثبات في التشكيل والخطة عشان يضمن إن النظام بيتنفذ بأقصى درجة من الدقة. ده فيشر التكتيكي. طيب إيه بقى قصة فيشر الإنسان؟ شخصيته بره الملعب عاملة إزاي؟ وطريقته في إدارة أوضة اللبس؟ لو حد متخيل إن المدرب اللي بيزعق ويدي خطب حماسية، ففيشر مش كده خالص. هو شخصية هادية جدا، أقرب للمحلل اللي بيركز في أصغر التفاصيل. هدفه الأساسي هو بناء منظومة عمل قوية وثقافة احترافية، مش إنه يشحن اللاعبين بخطابات درامية. كل شغله بيكون في التحضير والتخطيط. هنا بنوصل لنقطة حساسة جدا، خصوصا لنادي بحجم الأهلي اللي مليان نجوم كبار. هل شخصيته الهادية والمنهجية دي هتقدر تدير لعيبة كبار ليهم وزنهم في الفريق؟ الإجابة هنا واضحة وصريحة. فيشر بيطلب طاعة تكتيكية عمياء، النظام أولاً وأخيراً، ومفيش أي استثناءات. وده بيفتح الباب لاحتمال الصدام مع أي لاعب نجم مش مستعد يلتزم بالكامل بالنظام الصارم ده. بالنسبة له الانضباط أهم من أي اسم وأي نجم. ممتاز، كده الصورة بدأت توضح أكتر. جمعنا معلومات عن تاريخه وتكتيكه وشخصيته. دلوقتي جه وقت التقييم النهائي، نحط نقاط القوة في كفة والمخاطر في الكفة التانية. المعادلة دلوقتي بقت واضحة جدا. لو بصينا على كافة نقاط القوة هنلاقي إيه؟ أول حاجة تنظيم دفاعي على أعلى مستوى. تاني حاجة قدرته على بناء هوية وشخصية قوية جدا للفريق. وتالت حاجة وهو أثبت ده إنه بيعرف يشتغل كويس قوي بإمكانيات محدودة. طيب نروح للكفة التانية، كفة المخاطر. أولاً أسلوبه ده ممكن ناس كتير تشوفه متحفظ، ممكن حتى يوصفوه بالممل. تانياً شفناه في آخر تجربة ليه إنه ممكن يفقد السيطرة والزخم بسرعة لو النتائج بدأت تسوء. والنقطة الأخيرة ودي يمكن تكون أهم نقطة في الموضوع كله: التكيف الثقافي. هل هيعرف يتأقلم على أجواء الأهلي والدوري المصري وأفريقيا؟ دي علامة استفهام كبيرة جداً. وبكده نوصل لقمة التحليل ده وللسؤال الأهم: هل أورس فيشر هو فعلاً الراجل المناسب للنادي الأهلي في التوقيت الحالي؟ الإجابة هنا مش بسيطة، مش مجرد أو لأ.
هي عبارة عن اختيار استراتيجي بين طريقين مختلفين تماماً. فيشر هيكون هو الرجل المناسب لو الهدف هو بناء مشروع طويل الأجل وإعادة تأسيس هيكل تكتيكي صلب، وإدارة النادي مستعدة تديله وقت وصبر. لكن في المقابل هيكون مغامرة خطيرة جداً لو المطلوب هو متعة هجومية فورية، ولو ضغط الجماهير بيطالب بنتائج ساحقة من أول يوم. وهنا بتيجي خلاصة القصة كلها في توصية مباشرة وواضحة. لو تم التعاقد مع فيشر لازم الكل يكون عارف إنه بيتعاقد مع مشروع، لازم ياخد خطة واضحة من 18 ل 24 شهر وتتوفر له الأدوات اللي محتاجها، وأهم أداة هي الصبر. لو الشروط دي مش موجودة يبقى الأفضل البحث عن مدرب عنده مرونة أكبر. في النهاية السؤال بيلخص كل حاجة: هل النادي الأهلي بيبحث عن بناء لمستقبل طويل ولا عن نجاح فوري؟ هل الأولوية للمشروع ولا للنتيجة اللحظية؟ الإجابة على السؤال ده مش مجرد اختيار مدرب، دي تحديد لهوية النادي في السنين اللي جاية.